المشهد اللي أمامكم الآن هو لقطات من فيديو توديع النجم حكيم بعد سنوات ناجحة دوزها مع أياكس. الوداع بطريقة أنيقة كتليق بنجم من قيمة حكيم في وسط مسرح كبير اللي دوزوا فيه أمامه أهم اللحظات اللي عاشها معهم. لكن من جهة أخرى كانت هذه هي الطريقة باش ودع بها حكيم فريق تشيلسي. خروج من الملعب في مشهد حزين بدون تحية الجمهور وخيبة أمل واضحة من بعد 3 سنوات ديال التهميش والإقصاء. 28 ماي الماضي واحتمل تكون الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل الحزين بالنسبة للأسد المغربي في النادي اللندني. حكيم ما بغاش يكمل حتى لنهاية العقد ديالو اللي نهايته حتى لسنة 2025، والإدارة أيضا حاطاه في قائمة المغادرين حسب الصحف الإنجليزية. أكيد أنه ماشي هذا هو موضوعنا اليوم، لأنه في هذا المقطع غنرجعوا بالزمان اللور ونشوفوا كيفاش كان حكيم رفقة أياكس، سواء بالأرقام أو الألقاب أو الأداء اللي كان كيقدم في كل مباراة والمستوى الكبير اللي كان واصل ليه. وهذه فرصة بالنسبة للجيل الجديد يعرفوا شنو كان كيصنع هذا البطل في هولندا. وفي الأخير نشوفوا المرحلة الحزينة والظروف اللي عاشها في 3 سنوات رفقة تشيلسي. وغيبان لكم أن الفرق كبير بزاف. ما غنطولش عليكم أكثر لأن المقطع فيه بزاف ما يتقال، لكن قبل بغيت نقول لكم أنه ما بقى لينا والو الأول 100,000 مشترك. كون واحد منهم واشترك معنا الآن، وما تنساش الضغط على زر الإعجاب، هكا غادي تكون دعمتينا باش نطوروا المحتوى ديالنا أكثر. ونبداو على بركة الله. الحكاية بدات مع موهبة استثنائية رفقة نادي هيرفن في جميع الفئات السنية وتألق كبير مع فريق 20 في الموسمين اللي لعب معهم. فكان التعاقد مع نادي أياكس في صيف 2016 بقيمة كتبلغ 11 مليون يورو، وهي الخطوة اللي غادي تعطينا فرصة مشاهدة المتعة من أقدام حكيم زياش. جميع مكونات الفريق كانت مراهنة عليه باش يقدم الإضافة ويقودهم نحو النجاحات، ولكن ما كانوش كيتوقعوا ينجح بهذه السرعة، بحيث من أيامه الأولى قدر يساهم تهديفيا سواء في الدوري الهولندي أو الدوري الأوروبي. كل شيء تصدم من هذا التأقلم اللي حدث بالزربة وهذا الأداء الكبير، رغم أن بيتر بوش مدرب أياكس آنذاك لعبوا في مراكز كثيرة كجناح أيمن وصانع ألعاب، وفي محور خط الوسط ما كانش عنده مشكل، كان كيقدم مستويات مزيانة في أي دور تعطى ليه، وقدر يحقق أرقام رائعة في أول موسم ليه. 7 الأهداف و12 تمريرة حاسمة كأكثر واحد صناعة في الدوري الهولندي، وهدفين مع 5 تمريرات حاسمة في المسابقة الأوروبية. أما الموسم الثاني غيحمل قميص فيه الرقم 10 واللي كيلبسوه غير العظماء في هذا النادي. كانت هذه السنة أكثر نجاح على المستوى الشخصي، دار أرقام أكبر تهديفيا من خلال تسجيله ل9 أهداف وصناعته ل17 اللي خلاته من جديد الأول في التمريرات الحاسمة، وربح أيضا جائزة كبيرة في مساره أفضل لاعب في الدوري الهولندي. حكيم رغم أنه عانى شوية مع الجماهير في هذه السنتين بسبب اختياره المغرب، ولكن المستوى ديالو الكبير كان كيفرض عليهم يحترموه، وقدر ينال حب المشجعين بموهبته اللي كانت لا تناقش من عند الجميع في الوسط أو المحيط الهولندي. جاء موسم 2018-2019 العام الثالث ليه مع الفريق، كان الأكثر عطاء ونجاح على جميع المستويات سواء فرديا أو جماعيا. أولا تحرر أكثر في المنظومة اللي صنعها تين هاغ، بحيث كان كيلعبو كجناح أيمن وكيعطيه هامش الحرية يدخل لوسط الميدان كيف ما بغى، وهذا الشيء بان التأثير ديالو من خلال الأرقام الكبيرة اللي قدر يحقق في هذه السنة: 16 الهدف و17 تمريرة حاسمة في الدوري و3 الأهداف مع 3 تمريرات في دوري أبطال أوروبا. كان عنده دور كبير بزاف في هذا الموسم التاريخي للنادي، تتويج بالدوري المحلي وكأس هولندا والوصول لنصف نهائي دوري الأبطال. موسم تاريخي ليه في مشواره الكروي، قدر يتوج فيه أيضا بجائزة أفضل لاعب في الفريق وفي الدوري الهولندي للمرة الثانية على التوالي. جاو عروض كثيرة بعد التألق سواء من إشبيليا اللي رفضهم حيث ما اقتنعش بهم، وروما كذلك، وكان اهتمام من عدة فرق كالباير، لكن زياش كان باغي يبقى في أياكس لسنة أخرى ولعب معهم موسم 2019-2020. النادي واخا باع لاعبين مهمين بحال ديونغ البارسا، زياش ما تأثرش، بل بين بأنه ماشي لاعب المنظومة كتخليه يبان، بل هو تبارك الله بالموهبة ديالو كتسمح ليه في أي مجموعة لعب معها يعطي الإضافة بشخصيته القوية. الموسم الأخير قدر يحافظ على نفس المستوى أو أكثر، وكانت الحصيلة التهديفية في المجموع 9 أهداف و20 تمريرة حاسمة، وهز لقب سوبر الهولندي في هذا الموسم. سنوات كانت ناجحة جدا بكل مقاييس في أياكس، حقق فيها عدة جوائز ودخل ضمن قائمة أفضل لاعبين الأفارقة، وطلعت قيمته التسويقية حتى ل50
50 مليون يورو سنة 2019. حتى لهنا كل شيء مزيان، واي فريق في العالم كان كيتمنى لاعب بهذه المواصفات المتعددة وبدون عاطفة، حيت هذه ماشي هضرتي انا بل هضرة جميع المحللين العالميين. زياش في هذه اللحظة كان نجم كيلعب كل اسبوع ودائما ما غتلقاه مسجل او عاطي تمريرة حاسمة، حتى جا تاريخ 13 فبراير 2020، تاريخ اللي غيوصل فيه نادي اياكس الاتفاق مع تشيلسي بانتقال حكيم ليهم بقيمة كتوصل ل 40 مليون يورو، صفقة الكل كان متحمس ليها سواء جماهير تشيلسي ولا الإدارة اللي دفعت فيه هذا المبلغ المحترم، وأيضا مدرب الفريق آنذاك لامبارد. لكن حكيم من أول مقابلة ودية خادها مع النادي غادي يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة وغاب على الجولات الافتتاحية للبريمير ليغ، وبالتحديد 4 مقابلات، كأن القدر من الأول كيقول ليه أن التجربة غادي تكون فاشلة. المهم البطل ديالنا غادي يرجع وغادي يلعب أول مباراة رسمية بقميص البلوز ضد ساوثهامبتون اللي دخل فيها كاحتياطي، وبعدها تدريجيا بدا كيخوض دقائق اكثر حتى حصل على الرسميه في مباراه كراسوندار الروسي في دوري الابطال يوم 28 اكتوبر 2020. الامور بقات غاديه مزيان وكيرتكزوا عليه كرسمي، لكن للاسف جاتو اصابه جديده في احد المباريات من دوري ابطال اوروبا يوم 8 دجنبر من نفس السنه. بسبب هذه الاصابه غادي يغيب على كاع المقابلات اللي بقاو ليه في سنه 2020، وجاتو في واحد اللحظه اللي كيفرض فيها راسو، لكن غادي يرجع من نقطه الصفر، وهذا اكبر مشكل لقاه في الموسم ديالو الاول للاسف. 26 يناير 2021 غادي يبداو المشاكل ديال بصح بعد ما تم تعيين توماس توخيل كمدرب جديد للنادي، ومن هذه اللحظه دخلنا في مرحله التهميش والاقصاء. اولا ما لعبش بزاف ما تبقى من هذا الموسم الاول، بحيث في اغلب الاحيان كان كيكون احتياطي وكيدخل في الشوط الثاني، رغم انه فيما كان كيتحصل على الفرصه كان كيتالق وكيبرز المؤهلات ديالو. لكن حكيم دخلو الشك في الفتره الاخيره من الموسم، حيث كيشوف راسو في اغلب المقابلات الكبيره والحاسمه كيخليه في دكه الاحتياط وكيخرجوا نهائيا من المخططات ديالو. ونقدروا نقولوا ان النقطه المضيئه هي انه فاز معاهم بلقب دوري الابطال اللي كيتمناه اي لاعب رغم المباريات القليله اللي لعب. وهكا كانت نهايه الموسم الاول ليه مع تشيلسي، 6 اهداف و4 تمريرات حاسمه هي الحصيله الكامله في كاع المسابقات. وطبعا ما غاديش يكون راضي على راسو، كيفاش انا كنت كنسالي الموسم بارقام واعره وجوائز كبيره مع اياكس وكنلقى اهتمام كبير في هولندا، انا اللي رفضت بزاف ديال العروض باش نخوض هذا التحدي مع تشيلسي، في الاخير نولي احتياطي بحال اي واحد يلا طالع ولا جاي بقيمه هابطه. ماشي مشكل، يمكن يكون هادشي غير في الموسم الاول ونبدا صفحه جديده السنه المقبله. لكن الموسم الثاني كان خايب اكثر من اللي قبله، ومعدل الدقائق اللي خاد في الموسم ناقصه بزاف. نفس الامر غادي يتعاود، المباريات الحاسمه في دوري الابطال كان احتياطي، و15 مباراه في الدوري ما لعبش ولو دقيقه فيهم. شنو نقدروا نسميو هذه المرحله؟ واش ظلم او تهميش او اقصاء او كراهيه من المدرب اللاعب بدون اي سبب؟ وغيسالي الموسم الثاني ب8 ديال الاهداف و6 تمريرات حاسمه في كاع المنافسات. الاسد المغربي فهم الدرس مزيان وكان كيقلب على شي مخرج يتفك منه من تشيلسي وهذا المدرب، ولكن الامور ما مشاتش كيف ما باغي وما جاوهش عروض مزيانه حيت القيمه ديالو كانت غاديه وكتهبط. لذلك غيبدا الموسم الثالث بنفس الوضعيه، 4 مقابلات الاولى في الدوري كاملين كان فيهم احتياطي، وحتى في دوري الابطال نفس القضيه، ما لعب حتى مقابله كرسمي في دور المجموعات. حتى جا تاريخ 7 شتنبر اقاله المدرب الالماني وتم تعيين غراهام بوتر مدرب جديد للفريق. هنا كاع عشاق اللاعب والجمهور المغربي فرح، واخيرا جا اللي غادي يعطي فرصه لزياش ويرجع ليه الامل في المشاركه باستمرار. لكن اجي تشوفوا معنا واحد الاحصائيات مع هذا المدرب قبل من كاس العالم، لعب 32 دقيقه فقط في الدوري من اصل 9 مباريات، وفي دوري الابطال 2 دقائق من اصل 3 مقابلات. صراحه صعيب تعبر على هذه الوضعيه القاصحه اللي عاشها اللاعب، وكون ما جاش كاس العالم والركراكي كان يغرق اكثر واكثر في الافكار السلبيه ويدخل في دوامه نفسيه صعيب يخرج منها. الحمد لله نجح مع المغرب في الحدث العالمي وقيمته التسويقيه طلعت، واعلاميا ايضا قدروه على الاداء الكبير اللي قدمه طيله البطوله. ولكن واش الوضعيه غادي تتغير في تشيلسي؟
طبعا لا، كيلعب مباراة وكيغيب جوج ولا ثلاثة، وفي بزاف ديال المرات كيكون خارج القائمة وكيفضلوا عليه لاعبين يلاه جابوهم ما كتبانش عليه ملامح الفرح، بارد عاطفيا حيت ما بقاش كيحس بالانتماء في هذا النادي. اللي ما عارفينش بعض الناس ان زياش من الموسم ديالو الثاني هو كيحاول يغادر الفريق باي طريقة، لكن دائما ما كطرى شي حاجة اللي كتحبسو، واخرها في الانتقالات الشتوية لهاد السنة. من بعد ما انتظرنا كاملين الاعلان الرسمي لانتقال حكيم لباريس سان جيرمان، كنتفاجئوا بفشل الصفقة وبسبب ادارة تشيلسي. صدمة اخرى كبيرة ليه خصوصا في ذاك الوقت، كيفاش غادي يكمل الموسم معاهم وكل شي عارف بانه باغي يغادر وكان فرحان انه غادي يمشي. موقف صعيب. زياش كان محطم في ديك الفترة وبشهادة المدرب ديالو، وموسم اخر خايب اللي كمل بحصيلة 3 تمريرات حاسمة فقط. هادشي كامل كيبين علاش خرج بعد اخر مقابلة ليه مع هاد النادي بديك الطريقة. غادر الملعب كيشوف غير قدامه وما كيحيي حتى شي واحد، ما مسوقش وبارد كأنه ماشي اخر مرة ممكن يلعب بهاد القميص. هنا كنتأكدوا بانه الفوارق كبيرة ما بين المرحلتين، اللي وحدة عاش فيها اجمل حياته كلاعب والثانية كره فيها كل شيء وما لقى دعم حتى من شي جهة في النادي. في الاخير كنتمناو يحيي المسار ديالو من جديد وينتقل لنادي يلعب فيه باستمرار، واي نادي في العالم كيتمنى يكون عنده لاعب بقيمة حكيم زياش. ما بغيناش نتحرموا من مشاهدة هذا البطل من بعد ما تحرمنا منه طيلة 3 سنوات. محبي قصة بطل، قولوا لنا الفرق اللي لاحظتوا بين هاد جوج مراحل اللي داز منهم هذا البطل، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المستمر. منير يحييكم، الى مقطع قادم ان شاء الله.